السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة وصفة وتركة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القلقاس وهنخزنه بطريقة سهلة وبسيطة، وهنضيف له مكون واحد يحافظ على لونه من سنة للسنة في الفريزر. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. أول حاجة لما تيجي تختاري القلقاس، اختاري حجم القلقاسة يكون حجمها متوسط. أول حاجة علشان يكفي معاكي وجبة واحدة بس، وتاني حاجة عشان يكون تقشيرها سهل عليكي. خلي بالك القلقاس ما بيتغسلش، لأن بيبقى فيه مادة. المادة دي أول ما بتتعرض للمية بتبدأ إفرازها يزيد جدا، وساعتها بيكون صعب إنك تسيطري على المادة اللي بتخرج من القلقاس. علشان كده لازم تكون إيدك ناشفة، وتكون كمان السكينة اللي بتشتغلي بيها تكون سكينة ناشفة. وخلي بالك طول ما انتي بتقشري القلقاس حاولي على قد ما تقدري الجزء اللي انتي قشرتيه ما تلمسيهوش، لأن زي ما بقولك احنا مش هنغسله، احنا هننضفه على النشا. هقشر انا بقى كل القلقاس وبعدين نرجع مع بعض ونكمل الخطوات كلها. كده ما شاء الله انا خلصت الكمية اللي في الطبق دي خلصتها ونضفتها، وسايبة بس واحدة عشان انضفها معاكم. بنضفها ازاي؟ بجيب منديل من مناديل المطبخ واحطها عليها، وابدأ بمنديل تاني نضيف. ابدأ امسح كل القلقاس من بره كويس قوي. لو جه عليه مثلا اي حاجة من مطرح السكينة او من مطرح صوابعي بنضفها كويس جدا، لان زي ما احنا قلنا احنا مش هنبله خالص، مش هنجيب عليه اي مية. وهنخلص بقى كل الكمية كده ونبدأ بقى. اسهل طريقة معاكي لتقطيعه ان انتي تجيبي القلقاسة وتقسميها نصين، وبعد ما تقسميها نصين تبدأي بقى تحطيها على القطاعة معاكي، وتبدأي تقطعيها شرايح. وبعد كده بقى تبدأي تقطعي الشرايح ديت مكعبات. بس خلي بالك ان القلقاس بيبقى جامد جدا في تقطيعه، فخلي بالك من استخدام السكينة وبالراحة، لان هو اصعب حاجة في القلقاس هو تقطيعه. هنبدأ بقى خلاص كده قطعناها، هنبدأ بقى ناخد قطعة قطعة ونعملها شرايح. وبعد كده بقى المكعبات ديت حاولي على قد ما تقدري تبقى كلها مكعبات متساوية عشان في السوا تاخد كلها سوا واحد. وطبعا يعني تقطيع المكعبات دي حاجة ترجعلك لو كنتي بتحبيها كبيرة أو صغيرة أو متوسطة. أنا بحب أعمل حجمها من صغير لمتوسط، بحيث إن القطعة الواحدة مع معلقة الرز تكون كافية. هنقطع بقى كل الكمية كده مع بعض، وبعد كده إن شاء الله نشوف ايه المكون اللي احنا هنضيفه عشان نحافظ على جمال اللون الأبيض واللون الوردي بتاع القلقاس. ما شاء الله كده بعد ما اتقطعت معايا بجيب بقى نص ليمونة، وبعد كده أبدأ أعصرها، مش بنزل منها تفل خالص، بعصرها بالعصارة وباخد المية بس. وهو ده أهم مكون معاكي هيحافظلك على اللون الوردي والأبيض بتاع القلقاس جوه الفريزر، حتى لو قعد معاكي كيس القلقاس من سنة التخزين لغاية السنة اللي هيبدأ يظهر فيها القلقاس في الموسم اللي بعده. أهم حاجة بعد ما تعصري الليمون يعني ما تقلبيش بإيديكي، لأن برضو المادة ديت بقى بتبدأ تظهر كويس قوي بعد ما تضيفي الليمون. لكن ابدئي بقى قلبيه زي ما انت شايفة معايا كده، حركيه بس جوه الطبق وابدئي عبيه في الكيس. انا بقى هقولك انا بعبيه ازاي. انا معدل الوجبة بتاعتي بحط في كل كيس تقريبا 400 جرام، فانا في عندي كيسين دول اللي كانوا زايدين عن 400 جرام من كل كيس، جمعتهم في كيسين لوحدهم زي ما انت شايفة معايا كده. وطريقة تخزينه ان انا بطلع منه الهواء كويس جدا، وبعد كده بربطه ربطة جامدة، وببدأ بقى أفرد الكيس زي ما هتشوفي معايا كده، بحيث ان هو ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، وبحط عليه ليبل بس او اي ستيكر علشان اميز ان الكيس دوت عبارة عن ميكس خليط من اكتر من قلقاسة. طب ايه المشكلة ان هو يبقى ميكس ما بين اكتر من قلقاسة؟ طريقة التسوية. لان خلي بالك انتي لما بتيجي تختبري القلقاس بتشوفي واحدة او اتنين تشوفيها استوت ولا لا، لكن لما بتبقي عاملة كيس فيه اكتر من قلقاس فلازم تجربي اكتر من قطعة عشان تطمني ان القلقاس كله استوى. على عكس الأكياس التانية اللي أنا مجمعاها مع بعضها ديت، فكل كيس معايا كان واخدة منه 400 جرام من قلقاسة واحدة بس. فكده كل القلقاس اللي معايا في الأكياس الخمسة التانيين دولت هيكون سواهم كلهم واحد. فأنا بس بميز الأكياس اللي كلها من قلقاس واحد، والأكياس اللي هي بتكون ميكس من أكتر من قلقاسة، اللي هي اتبقت معايا من فوق 400 جرام. وكده الحمد لله خلصنا التفريز بتاع القلقاس، كده جاهز معايا أدخله في الفريزر.
وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل السلق بتاع القلقاس مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى يا رب إن شاء الله إن أنا أفدتكم في الفيديو ده ولو بشيء بسيط. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تنوروني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وأشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.